والسلام على أمير المؤمنين وسيد المرسلين وإمام المتقين. حقيقة احنا شرف ما بعد الشرف وفخر ان بهذه الزيارة اللي اعتبرها أنا أعظم زيارة لنا حقيقة. الحمد لله والشكر. كمنتخب قدرنا أن نفرح هاي الناس، قدرنا نفرح الشعب العراقي. تعرف الشعب العراقي من فترة طويلة كان محتاج لهاي الفرحة. الحمد لله والشكر. جهود مبذولة من الجميع. نبارك لاتحادنا، نبارك القائم على هذا المنتخب، كادرنا التدريبي، جميع العاملين على هذا المنتخب. كان طموحنا وهدفنا أنه نفرح الناس. الحمد لله والشكر قدرنا أن نزرع البسمة على شارع الرياض. مدينة النجف مدينة العلم والعلماء. احنا قبل نروح للبطولة اجينا زرنا هنا، فتوفيق يعني توفيق. والإمام علي هو أبونا مثل ما تقول، يعني أعتقد شعور لا يوصف احنا في مدينة أمير المؤمنين البارحة واليوم. فاحنا جدا سعداء بين أهلنا وبين ناسنا. واليوم الزيارة يعني هو شفت كل الكادر الأجنبي والاتحاد والطبي والإداري والمدربين واللاعبين كلهم اجوا دون الزيارة. فالحمد لله والشكر، نشكر الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا لهاي في البطولة، وفقنا للزيارة. Sí, porque había leído cuando uno llega a un país intenta informarse de todo lo que había y conocía esta ciudad y lo que suponía, pero me ha impresionado mucho más verlo de cerca. عندما قررت المجيء للعراق للعمل قرأت عن العديد من الأشياء في العراق، وقرأت عن الإمام علي، ولكن اليوم اندهشت لما شاهدته. مكان رائع.